أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم فضاءات الرباط. تابعوا قناتكم فضاءات الرباط التثقيفية والفنية واستمتعوا بما جد بجدية. المغرب يفوز بالدورة 42 للبطولة العربية لهواة الجولف. فاز فريق الهواة المغربي للجولف بالنسخة 42 من بطولة الانضباط العربية التي أقيمت بدلا من 27 إلى 29 من يوليو على ملعب كازا جرينا للجولف في بوسكورة. جمع هذا الحدث أفضل 50 لاعب جولف في المنطقة العربية من 13 دولة، وهي المملكة العربية السعودية، البحرين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، فلسطين، قطر، تونس، والمغرب. بروح من المنافسة الودية، اللعب النظيف والترويج للجولف، أشارت يوم الاثنين الاتحاد الملكي المغربي للجولف في بيان. وتصدر فريق الجولف المغربي الترتيب حيث صعد إلى المركز الأول بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل. في غضون ذلك وضع الفريق المصري نفسه بضربة واحدة دون المستوى، متبوعا بالاختيار التونسي الذي انتهى ب 27 ضربة فوق المعدل. على المستوى الفردي صنع لاعب الجولف المصري عيسى أبو العلا المفاجأة بحصوله على المركز الأول بنتيجة 5 ضربات تحت المعدل، وبذلك يتقدم على لاعب الجولف الأربعة المغاربة هوغو مازن ترومتر -4، المهدي فاكوري -4، المهدي فاكوري -4، آدم بريسنو -4، وسفيان دحمان -2. يجب أن نتذكر أنه منذ 2011 فاز المغرب بلقب الفريق 11 مرة واللقب الفردي 12 مرة. تقام البطولة العربية للمحترفين في الفترة من 1 إلى 4 من أغسطس على ملعب كاسا جرين للجولف. ستشهد هذه المسابقة الاحترافية مشاركة نفس 13 دولة عربية. شكرا على اهتمامكم ومساهمتكم، ودمتم في عز صحتكم مع أطيب الأوقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.